هادو هما ألد وأسرع فطائر ممكن أنك تجربيهم كوجبة ديال الغداء أولا ديال العشاء. كيجيو رائعين بزاف، معلكين ولذاذين، ما غاديش تشبعوا منهم نهائيا. تبعوا معايا الطريقة حتى الأخير وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، ونبداو على بركة الله. غادي نحتاجوا للكفته، كديروا اي نوعيه كانت متوفره عندكم. انا درت صدر ديال الدجاج غادي نطحنوا في لاشواغ، من بعد غادي نديروا في واحد الزلافه وغادي نضيف عليه التوابل. غادي نحتاج شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ايضا واحد المعلقه مملوءه جيدا ديال التحميره، توابل ديال الشاورما وشويه ديال الثومه بودر. من بعد كنجيب حبه ديال خيزو اللي حكيتها في حكاكه رقيقه، حبه ديال البصله اللي شلتها رقيقه وخليت منها واحد شويه، ربع قزبور ومعدنوس حتى هو احتفظت بواحد شويه منه، والجبن مبشور. كنمزج هاد المكونات هادو مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي تقسموا هاد الكفته هادي على العدد ديال الفطائر اللي غادي ديروا. انا غادي ندير 5 ديال الفطائر، وبالتالي قسمت هاد الكميه هادي على 5 ديال القطع. غادي ندوزو نحضروا واحد الصوص اللي غادي نحتاج فيها المايونيز، تقريبا درت 3 ديال المعلقات صغار، راس معلقه ديال الموطارد وشويه ديال الكاتشوب، شويه ديال الملحه والابزار، هذاك ربع قزبور ومعدنوس اللي خليته والبصله ايضا. صافي كنمزج هاد المكونات وكنحتفظ بهم جانبا. كندوز كناخذ الخبز ديال التاكوس، انا استعملت هاد الصغير هذا. صافي كنحطو فوق من سطح العمل، وكنجيب هذيك الكفته اللي قسمتها على 5 وكنحط فوق من كل قطعه ديال الخبز ديال التاكوس قطعه ديال الكفته، وكنحاول انني نبسطها بهذه الطريقه هذه. هاد الفطائر كيجيو بنانين بزاف، والطريقه ديالهم راه سهله وبسيطه، غير جربوهم بعينكم مغمضين وكونوا اكيدين غادي يوليو عندكم معتمدين. صافي من بعد كندوز كناخذ واحد المقيله اللي تكون ما كتلصقش، كندهنها بشويه ديال الزيت وكنحط فيها دوك الفطائر على الجهه اللي فيها الكفته، وكنخليهم كيطيبوا. النار تكون متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده بزاف، باش هذيك الكفته كتبقى طريه وما كتنشفش وكتقصح. صافي كنخليها حتى كطيب وكتحمر، ما كتاخذش وقت طويل نهائيا. وكنقلب الفطائر ديالي باش حتى داك الخبز ديال التاكوس كيتحمر وكيجي زوين. من بعد فوق من هذيك الكفته كندير هذاك لاصوص اللي حضرناه، تقريبا واحد المعلقه صغيره، معلقه ونص. تقدروا تعوضوه باي صوص كانت متوفره عندكم او اي صوص كتفضلوها وكيبغيوها وليداتكم. من بعد كنجيب الجبن مبشور وكنضيف واحد الكميه، وغادي نغطي على المقيله ديالي بالغلاقه ديالو. في هذه المرحله كتنقصوا النار مزيان باش ما يتخطفش لكم هذاك الخبز ديال التاكوس، وفي نفس الوقت كيذوب هذاك الفرماج على خاطره. صافي من بعد كنقدمهم وهما سخانين. هنايا زينتهم بشويه ديال الدرام وعلبه، شويه ديال الزيتون خضر مقطع وربع قزبور ومعدنوس، كيعطيوهم واحد المنظر رائع بزاف وكيشهي. وغادي نوريكم الشكل ديالهم ما شاء الله كيفاش كيجيو غزالين لذاذين معلكين. هذيك الكفته كتجي طريه، تقدروا تستعملوا الدجاج لا داند، الكفته ديال البقري اللي كان متوفر عندكم. شوفوا ليا ما شاء الله الشكل ديالهم كيفاش كيجي. داك الخبز ديال التاكوس كيجي غزال محمر. شوفوا ليا التعليكه يا سلام. ما تنساوش تسجلوا عندكم الوصفه وتجربوها، راه غادي تنفعكم حتى في لانش بوكس ديال وليداتكم. ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم وتعاليقكم الجميله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.